مدينة جرادة. يطلق على مدينة جرادة بمدينة الأيتام ومدينة الأرامل. فما هو سبب هذه التسمية؟ لتعرف السبب تابع الفيديو إلى الآخر. مدينة جرادة هي مدينة مغربية اشتهرت بمناجم الفحم الحجري، ويبلغ عدد سكانها نحو 43 ألف نسمة. وعند إيقاف العمل في المناجم انهار اقتصادها، فحاولت الحكومة إيجاد بدائل، لكن السكان يؤكدون استمرار الأزمة، مما تسبب في اندلاع احتجاجات بارزة سنة 2018. وتقع مدينة جرادة شرق المملكة المغربية بالقرب من الحدود الجزائرية، وتبعد عن مدينة وجدة التي توصف بعاصمة الشرق بنحو 60 كيلومتر. اقتصاد مدينة جرادة. قبل اكتشاف الفحم الحجري اعتمدت القبائل القاطنة بمنطقة جرادة على النشاط الرعوي، وبسبب عدم انتظام سقوط الأمطار وضعف التربة لم تعتمد تلك القبائل على النشاط الفلاحي، وكانت مضطرة للرحيل بحثا عن الأكل للثروة الحيوانية. وفي سنة 1927 اكتشف المحتل الفرنسي الفحم الحجري بمدينة جرادة، وسارع لإنجاز التجهيزات الضرورية في المدينة لبدء استغلال ثروات الفحم الذي تزخر به المدينة، وهو من نوع الأنتراسيت، ويعد من أجود أنواع الفحم الحجري في العالم. ومع مرور الأعوام بدأت طبقة اليد العاملة تتسع، وكبرت المدينة، حيث شكلت مناجم جرادة فرصة للعمل بالنسبة لعشرات آلاف العمال من مختلف مناطق المغرب. لكن كل شيء تغير مع قرار الحكومة المغربية بإغلاق تلك المناجم سنة 2001 بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، وتعهدت بتوفير بدائل اقتصادية لسكان المدينة، لكن السكان يؤكدون أن شيئا من ذلك لم يحدث، علما بأن المناجم كانت العمود الفقري لاقتصاد المدينة، ومع انهياره انهار كل شيء. وبسبب ذلك تعاني مدينة جرادة من نسبة بطالة مرتفعة، وذلك ما دفع الشباب للخروج منها بحثا عن العمل داخل المغرب وخارجه. ومن اضطر للبقاء فقرر الاشتغال في مهن معيشية بسيطة أغلبها دكاكين تجارية متواضعة. كما لجأ بعض الشباب أيضا للبحث عن الفحم الحجري بطرق غير نظامية عبر حفر آبار تقليدية في ضواحي المدينة يطلق عليها محليا اسم السندريات، وهي التي تسببت في اندلاع احتجاجات كبيرة في 2018 حظيت بتغطية إعلامية دولية. ويعتبر العمل بالسندريات في مدينة جرادة دوما محفوفا بالمخاطر، إذ أن الشباب العاطل المنحدر من عائلات تعاني من الفقر يلجؤون لحفر آبار بطرق بدائية يتراوح عمقها بين 50 و80 متر، ثم عند الوصول لطبقة الفحم يبدأون الحفر بشكل عرضي متتبعين خطوط الفحم، وهو ما يتطلب منهم محاولة تثبيت طبقات الأرض المحفورة بجذوع الأشجار التي يقطعونها من الغابة المجاورة. أما الإضاءة فيلجؤون للشموع التي تحرق ما تبقى من أكسجين داخل أعماق الأرض المظلمة. وبسبب كل ذلك لقي عاملون بالسندريات مصرعهم في حوادث مؤلمة على مدى سنوات طويلة بين انهيار طبقات الأرض عليهم
أو تفجر المياه الجوفية، بالإضافة إلى الأمراض التنفسية العديدة التي سببها استنشاق الغازات السامة بباطن الأرض. وغبار الفحم الحجري الذي يتسبب في مرض السحار السينيسي أو السيليكوز، وهو مرض رئوي سببه استنشاق جسيمات الغبار ثنائي أكسيد السيليكون وغازات أخرى تؤدي إلى التهابات حادة بالرئة التي تفشل في أداء وظيفتها مع مرور الوقت. ويعتبر هذا المرض القاتل السبب الرئيسي في وفيات الذين عملوا بمناجم المدينة بشكل نظامي قبل إغلاق المناجم، حيث إن نسبة من نجح منهم في الوصول لسن التقاعد وهو على قيد الحياة قليلة جدا. ولهذا السبب يصف السكان جرادة بأنها مدينة الأيتام والأرامل. وفي 22 ديسمبر كانون الأول 2017 اندلعت احتجاجات كبيرة بالمدينة إثر وفاة أخوين غرقا داخل إحدى السندريات، وظل داخلها ساعات طويلة قبل أن ينجح رفاقهما في انتشال جثتيهما. واستمرت الاحتجاجات عدة أيام، وقدم المحتجون عدة مطالب بينها ضمان بدائل اقتصادية لتشغيل الشباب وتنفيذ ما تعهدت به الدولة عقب إغلاق منجم سنة 2001، إلى جانب فك العزلة عن المدينة عبر فتح طرق ومراجعة فواتير الماء والكهرباء وإنشاء مدارس وملحقة جامعية ودعم الفلاحين الصغار في المحافظة وتعزيز البنية التحتية وتحسين المرافق الخدمية. وأعلنت السلطات المغربية في 16 يناير 2018 خطة طارئة لتحقيق مطالب السكان، وتهدف الخطة بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية إلى الاستجابة للمطالب العاجلة لسكان إقليم جرادة، وتشمل فاتورتي الماء والكهرباء وإحداث فرص عمل ومراقبة استغلال مناجم الفحم المتهالكة وتدهور البيئة وتعزيز خدمات الصحة. كما تشمل الخطة مشروعات من شأنها توفير فرص عمل، بينها إنشاء محطة حرارية خامسة بجرادة ومنح أولوية توظيف لقاطني المنطقة، لكن من دون تحديد موعد بدء تنفيذ تلك الخطة. ورغم كل هذا لم تفي الدولة بوعودها بتوفير بدائل اقتصادية لسكان المدينة، لتظل مدينة جرادة كما كانت عليه في السابق تعاني من ارتفاع نسبة البطالة، ما دفع الشباب للعودة لمناجم الفحم الحجري الذي نتج عنه وفاة شخص آخر يبلغ من العمر 19 سنة، لينضاف إلى شهداء لقمة العيش والذي يبلغ عددهم 47 شهيد.